الملعب ما بنقولش حاجه. اللي يفتري على حسام ابراهيم ما بيتخافش. انا وحسام منتخب مصر مش العود تاني. الحمد لله احنا لحد اخر لحظه، لحد السنه اللي انا فيها دي واقف على رجلي مع حسام كويس. انا حزين انا وحسام، حزين على اللي عملناه لمصر، وفي الاخر خالص المكافاه بتاعتنا ما حصلنا مع ماتش امريكا. المكافاه بتاعتنا كانت وحشه قوي، بعد العمر وبعد التعب اللي تعبناه في منتخب مصر. للاسف احنا كنا ضحايا للناس اللي بيجوا ورا عشان يهدموا حسام ابراهيم، عشان خاطر يوقعوا حسام ابراهيم، عشان حسام ابراهيم ساب النادي الاهلي. ففي ناس ورا حسام ابراهيم، في ناس ورا حسام ابراهيم عشان يهدموه. الله رب العالمين. انا النهارده بقول لعيبه الزمالك والجهاز الفني ما بيلعبش على حكايه بطوله الدوري بس، بيثبت مش عايز اقول لصحافه، لا بيثبت لجماهير مصر كلها ان الزمالك قادره ان هي تعمل في اي وقت. وعلى النادي الاهلي لان احنا كان حظنا وحش السنين اللي فاتت، ربنا قدرنا السنه دي اللي يبقى الحظ واقف معانا، عشان كده كسبنا وقدرنا احنا نكسب 10 بونت. كابتن حازم امام جمهور نادي الزمالك بيقول لك وشك حلو علينا النهارده. الحمد لله. الفرقه كلها الفرقه كلها عايز مجهود جامد قوي 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 السنه كلها، وجود الماتش ده ولسه في 6 ماتشات على الدوري، بس الحمد لله اداء الفرقه هايل، الجهاز الفني هايل، وان شاء الله نكمل على كده باذن الله. مفرح جماهير الزمالك اللي بقى لها كتير ما فرحتش.